الفيديو متأخر لاني كنت تعبانة ولا زلت تعبانة، بس قلت كفاية كده هقول لكم على الحاجات اللي انت ممكن تعمليها عشان في خلال الفترة اللي باقية لغاية اول السنة تكوني خسيتي وتكوني اكتسبتي العادات اللي هتخليكي تحافظي. لان يا جماعة الخسسان سهل، انت لو التزمتي اسبوع هتخسي، بس المشكلة في بعد كده هل هعرف افضل مكملة لغاية ما اخس واحافظ ولا هرجع تاني. فهقولك على الحاجات دي بجد انا طبقتها مع بنات كتيرة جدا في جلسات الهيلث كوتشنج وجابت معاهم نتيجة فظيعة. يلا نبدأ، معلش على صوتي عشان عندي برد. هكلمكم في الاول من ناحيه المنتاليتي او من ناحيه حالتك النفسيه. الدايت بنسبه كبيره اصلا هو مشكله حاله نفسيه او مشكله عقليه، تمام؟ فمهم جدا ان انت تكوني حاطه في دماغك وانت بتبداي الدايت، خصوصا يا جماعه لو انت عديتي ال 25 وكده. احنا بدا الدايت ما يبقاش موضوع ان انا عايزه اخس، ده بدا يبقى موضوع صحتي وموضوع صحتي النفسيه. في دراسات كتيره جدا اتعملت على ان الدايت الصحي مرتبط بتحسين الصحه النفسيه بتاعتك. بعد ال 25 وكده بتبداي تقلي كولاجين وبتبداي تقلي مفاصلك بتبقى حالتها اصعب والكلام ده كله. فمهم جدا تكوني حاطه في دماغك ان انا دلوقتي بعمل الدايت من منطلق تاني، اكيد مع ان انا اخس بس مش ده الهدف الوحيد. الفكره دي بتكرارها هتساعدك انك تعرفي تخلي الدايت يبقى لايف ستايل. خصوصا انا مثلا كواحده في المجال الطبي بشتغل في صيدلانيه شغاله في يعني ككوميونيتي فارماسيست. بيجي لي كميه ناس مثلا عندهم مشاكل غضروف مأثر على رجليهم تعبانين. انا نفسي اتصبت، كانت اصابه خفيفه بس عانيت فيها قوي. فبقى جوايا كده شعور ان لا، الصحه مش حاجه مجانيه، فانا لازم اخد بالي منها. فانتي ازرعي في دماغك كده كل يوم بالليل الموضوع ده، هتلاقي نفسك عرفتي تحافظي على الدايت. تاني حاجة، في ناس كتير قوي بتاكل بسبب اضطراب الطعام او ان هي عندها ما بتعرفش تخرج مشاعرها، فالمشاعر دي بتتحول لرغبة في الاكل او تتحول لادمان طعام. فمهم جدا علاج ان انت تخرجي مشاعرك ده من خلال الكتابة، فخطوة الكتابة مهمة جدا. الحاجة التالتة اللي هطلبها منك قبل ما نعمل دايت وقبل اي حاجة، يبقى عندك هابت تراكر. الحاجات اللي انت هتلتزمي بيها في الدايت تبدأي تعلميها كل يوم. التطبيق ده حلو قوي، انا بستخدمه بجد كويس جدا. هابت رادار بيخليكي كل يوم بقى ان انت بتشوفي نفسك كده اللي هو انا التزمت في ده والتزمت في ده وهكذا. دي كده الحاجات النفسية المهمة جدا تكون معاكي عشان تعرفي تكسبي عادات، مش مجرد الشهرين ونص تخسي فيهم وخلاص، لكن تكسبي عادات تخليكي بعد كده مكملة على. طيب ايه بقى الدايت اللي ينقذنا في الفترة دي ويخليني اخس كويس؟ انا بحب جدا لو انت ما عندكيش مثلا مقاومه انسولين، ما عندكيش مشكله صحيه، مع ان في الغالب لو انت بتتفرجي على الفيديو ده وزنك زايد فاكيد في مقاومه انسولين، بس لو ما عندكيش مقاومه انسولين كل اللي هطلبه منك تنضفي اكلك من خلال قطع السكر الابيض وقطع العيش وقطع اللبن وقطع اي حاجه من بره، تمام؟ فطارك ممكن يكون مثلا بطاطس مهروسه بالبيض مع خضار، تخلي الخضار حاجه اساسيه. لو هتاخدي مثلا سناك في نص اليوم ممكن يكون شويه فاكهه، مكسرات. ممكن يوم او يومين في الاسبوع تجيبي شوكولاته دارك مثلا تاخديها مع شويه مكسرات. والغدا بيكون مثلا حوالي 8 معالق رز، معالق الصغيره دي مش معالق يعني، فاهمين؟ اللي هو يعني كأن ربع الطبق كده، تمام؟ والربع التاني خضار والبروتين. مهم جدا بقى ايه؟ الصيام المتقطع. ليه الصيام؟ بجد طبيعي ان احنا على فكره كلنا نصوم، مش طبيعي ان احنا نقعد ناكل طول النهار. فانت مثلا لو كلتي، ليكن هقسم لك يومك كده، لو انت هتصومي هتبداي ب 12 ساعه، فانت هتوقفي اكل 9 وهتاكلي مثلا 9 الصبح، ده كده كبدايه. فهتفطري الساعه 9، بعدين مثلا الساعه 1 او 2 كده تاخدي السناك، وبعدين على الساعه 5 او 6 تلاقي نفسك بتتغدي، وبعدين على 9 تاني ممكن تاخدي سناك تاني. طيب عرفتي تجيبيهم ل 16 هيبقى احسن. هتلاقي نفسك بتفطري الساعه مثلا 10 بتفطري فطارك، وبعدين على الساعه 2 او 3 تاخدي سناك، وبعدين على الساعه 6 هتلاقي نفسك بتتغدي وتصومي وتقفلي بقك وخلاص. النقطه اللي بعد كده مهم وانتي ماشيه في رحله الدايت دي لانك تخسي، تدخلي معاه هدف الحفاظ على بشرتي والحفاظ على شعري. ليه؟ كل ما عدتي الاسباب وانت بتعملي الحاجه كل ما كان التزامك بيها اسهل، تمام؟ فده يعني لما هقول مثلا انا عايزه احافظ على بشرتي واحافظ على شعري، فانا محتاجه اكل بروتين كويس، فده هيخليكي بتاكلي بروتين كويس. محتاجه اشرب ميه كفايه، محتاجه اخد مثلا خضار، محتاجه ادخل بذور الشيا. انا بذور الشيا وصلت ان انا بحطها مثلا على الجبنه القريش اللي بفطر بيها،
بقت داخله في كل حاجه. فانا كده هحافظ على بشرتي، وفي نفس الوقت الحاجات دي كلها بتساعدني ان انا اخس. احافظ على بشرتي، هلاقيني بشرب المشروبات العشبيه الرائعه اللي انا هعمل لكم على طول حلقات عن فوائد حاجات كتيره جدا فيها وموجوده في البيت. فده برضو هيبدأ يحسن بشرتي، هيقلل الأكسدة، هيقلل المشاكل اللي في البشرة. فبالتالي أنا واخدة عنايتي ببشرتي كهدف مع نزول الوزن. الحاجة الثالثة اللي محتاجاها منك جماعة، مهم جدا الجيم، مهم جدا التمرين، وده مش اوبشن، مش رفاهيه. وبستغرب دكاتره التغذيه اللي بيقولوا للناس لا ما تتمرنيش في جيم وامشي عادي. ما ينفعش. الجيم مفيد جدا، لان حتى في انت تعرفوا ان في دكاتره بقوا يصنفوا الشيخوخه ان هي نقص عضلات. يعني كل ما عضلاتك نقصت انت كده في مرحله شيخوخه. العضلات هتساعدك تحرقي اسرع، ممكن ما تنزلش الميزان بسرعه، بس البودي شيب بتاعك هتلاقيه بيظبط اكتر. العضلات ليها فوائد فظيعه، غير مجرد ان هي هتخلي الشيب حلو. العضلات هتحسن جدا من صحه بشرتك. العضلات هتخلي حرقك بعد كده لو جيتي حتى اكلتي حاجه الموضوع مش هيبقى مأساوي. فمهم جدا تكتسبي عاده الجيم، ومهم جدا انك تعملي بهابت تراكر عشان لغايه ما الموضوع يبقى عاده معاكي ان انت بتنزلي الجيم. بس النقطه اللي بعد كده بقى الفيتامينز. الفيتامينز يا جماعه، احنا مهما كلنا اكل كويس مش هنعرف ناخد الفيتامينز الكامله اللي جسمنا محتاجها. فاحنا محتاجين مالتي فيتامين. ارشح لك سنترم مثلا. محتاجين كمان اوميجا 3 وفيتامين دي. لو عرفتي تجيبي اوميجا 3 المستورد اللي دايما بقول لكم عليه اسمه بيوري تانسبرايت، تبقي عملتي في نفسك معروف. وفيتامين دي في الغالب عندنا ناقص، لو رحتي حللتي هتلاقيه ناقص. في انواع مصري كتير، في دافاليندي مثلا، في دي تبقى اعلى شويه. في برضو من بيوري تانسبرايد او حاجات مستورده جودتها اعلى. المهم تجيبي حاجه تبقي عارفه انك تكملي عليها على طول. دي الفيتامينز المهمه قوي ان انت بتاخديها. لو عندك مثلا نقص حديد بقى تبقي محتاجه تاخدي حديد، وهكذا يعني. استمري وخلي الهابت تراكنج تبقى صديقتك. ولو عايزين تتابعوا معايا بشكل مجاني ممكن تخشي على انستجرام وتنزلي ستوريز للاكل بتاعك والخطوات اللي انت بتعمليها في الدايت، وتمنشني دكتور نيوتري بيو فيت، وهشارك الحاجات دي. ويبقى في كده مره كل اسبوع نتقابل في لايف مثلا نتكلم فيه ونشوف الدنيا مشيت ازاي. وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.